تساوي كل شي عليها وتطلع ما شاء الله ب3 4 طبخات يعني. فشم الريحة ويهوب قلبي وقول يا ربي دخيلك، انه كيف قدرانة ماما هي تشتغل وبنفس الوقت تصوم، كيف قدرانة تشتغل بالاكل وتشم هاي الروايح وبنفس الوقت تصوم. فطلع سبحان الله، الله بيعطيها القدرة للأم على انه تساوي الاكل وتشتغل بالاكل. وتشوفوا انه قديش هو ممتع انه الواحد بس يكون صايم ويشتغل بالاكل. عن جد بحس انه بيبدع بالاكل. انت كان عمرك 8 سنين اي اول اكله برمضان عملتوها؟ لما كان قد عمري 8 سنين ما بعرف، بس كانت تساوي كانت دائما تساوي ماما يا شيخ باللبن، هي الكوسه باللبن، يا اما شاكليه يا كبه لبنيه. كانت دائما تساوي اكله بيضة اول يوم. قطعت هي الجبنه، هلا جايتها جديده بنات لانه خلصت الجبنه هذيك من عندي، رح ورجيكم اياها. فقطعتها لحط لها مي سخنه واغليها غليتين تقريبا، لانه هي بتبقى مانا مسنره، فيلي مانا مسنره لازم سوري، فلازم انه تنحط على المي وتنغلى، عرفتوا؟ فهلا بحطها يا جماعه كاسه الك. لا يا جماعه انت لازم تحذروا ماما قدام عمرها، لازم تحذروا. بيعرفوا هن قديش عمري. طيب يعني اللي ما بيعرفوا اكتبوا. يعني ما بيعرفوا، اللي بيعرفوا لا يكتبوا. هيك تقريبا صار جاهز. تجيب المقلاية كمان وجيب الزيت مشان قلي هدول، والمية البندورة ودبس الرمان مشان فتت المكدوس. يومي بصراحة جعت، صار في جوع. ساوي كمان الثوم قشره على جنب عشان ساوي الفول مدمس. طلعت انا خبز، بدي ارجع طلع مرة تانية خبز. فالله يقوينا نحن الامهات ويعطينا هيك اجر وثواب باي شيء بنعمله، لانه عن جد الام اكثر حدا بتحسه بيبذل مجهود، والاب طبعا يعني انه بيطلع بيشتغل وبيرجع بيكون صايم وهيك، فالله يعطيه العافيه. يعني الاب والام عن جد كتير بيتعبوا. حتى الفئه اللي عم تتابعني اللي لسه لا لهم متزوجين ولا عندهم اطفال، لساتهم عند اهلهم، فعن جد بتمنى من كل قلبي انه دائما تحسوا بامكم وابوكم، لانه عن جد الاب والام يلي بيفكروا فيه ويلي بيكونوا هن فيه، انتم ما رح تحسوا فيه الا لحتى تصيروا كبار وتتزوجوا وتجيبوا اطفال وتعيشوا هاي المراحل كلياتها. يعني انا عم بحكي لكم هذا الحكي على انه رمضان والامهات قديش بتتعب وبتكون صايمه وعم تساوي اكل وتضب البيت وتغسل وتضب الغسيل وتشوف شو بدهم اولادها. يعني عرفتوا الاب عم يطلع يشتغل ويرجع على البيت. يعني لازم عن جد الواحد يحس بالام والاب كتير كتير كتير، لانه الاب والام عن جد بيتعبوا، عن جد بيتعبوا. طيب هاتوا لحتى هلا نساوي التومات. هاي التومات هلا عندي تقريبا، انا ما بعرف ليش قطعت كتير، بس انه ما بدي انا غير يعني 2 او 3 خليها. ماما الثوم مفيد. الثوم مفيد. هاي 2 وهاي 3. وليش البيت انا بحب مفيد؟ انتبهي الباب. ليش البيت مفيد؟ طيب كل شيء الله خلق لنا اياه فيه افاده لجسمنا. لو البيت شو فيه؟ بالضبط ما بعرف. هاي الثوم خلص.
بنات غيرت رأيي بعد ما حطيت هون الجبنة بدي ساوي بورك، يعني تركتهم قلت بكره بساوي. بس على فكرة يعني لما عم ساوي بورك عم يروح دور هدول القصص اللي انا كمان جعبالي اياهم كتير. لهيك رح ساوي البطاطا المحشية بهاي الكريمة، محشية مو بكريمة، هي بتيجي شي تركي يعني بس كتير طيبة. بطاطا محشية هذا الشي بتجنن، كتير جعبالي اياها. وبدي ساوي هاي اللي قلت لكم عليها هديك المرة اللي تشيلي تشيز ناجت، كمان جعبالي اياها. هدول مع هدول ما حيمشي الحال. عم قلت ليش لحتى اساوي كل هدول، خلص بساوي بس هيك. يمي شي بشهي للامانه. داقيلي السلطه وتصفيق كل الاكل. شوفولي على هالمنظر، غرام غرام عن جد. بحطهم هيك. هلا بظن في شي بيستوي قبل شي، لا اما ما بعرف، هلا بشوف اقرا قديش حاطين عليها. بس بتعرفوا كمان هدول كتار هيك، بظن 1 2 3 4 5 6 7 8 بكفوا مع هدول. هلا هدول معناتها بدي احطهم هدول وهدول بدي احطهم ارجع. او يلا هيك او لا بحطهم بكيس، خلص بحطهم بكيس احسن. بقى قطع السلطة. يا عيني ريحة الفتة بالمقدوس مع ريحة الفول مع الحمص مع ريحة اللحمة يلي قليت لحمة. حطيت لوز، قليت لحمة هون ولوز، شايفين مشان نحطهم على وش فتة المقدوس. هون هلا شغلت على فتة المقدوس. صحيح ما ورجيتكم كيف طلع بالاخير، شوفوا قديش طلع. شايفين السماكة هيك لازم يكون، مشان تضمنوا انه تطلع فتة المقدوس طيبة 100%. لازم يكون الصوص تبع فتة المقدوس هيك خاطر وظريف. طيب رح رجع هدول الاشياء على البراد مشان ما يضلوا بالوش. هذا لازم كيس. لازم كمان ساوي صح. هي قديش بدها، يعني شوف قديش بدها اذا حطيناها بالاير فراير. صح. هي قديش بدها، يعني شوف قديش بدها اذا حطيناها بالاير فراير. وين الهولندي؟ هي هولندي. لا ما بنبي هاي. هاي بالهاد اوكي، ما بدنا هاي، بدنا هاي. طيب
هول لحتى نقطعهم. هيك سوى شي. عبالي قطعهم هيك على ايدي، قطع كل شي سلطة.